السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم واحد من الجماعة اللزاز بتوعنا بتوع زمان، الشيف نفر رع. نفر رع ده جه في يوم عمل عزومة وعزموا ناس كتير وبتاع، وحطوا الأكل كتير قدامهم. ما حطوا الأكل كتير قدامهم، كل واحد كل الأكل عمل كده، الأكل مر. الشيف وقف محتار مش عارف يعمل ايه، فدخل يفحص الأكل كله. لما جه يفحص الأكل كله بقى لقى مفاجآت كتير، لأن أسباب مرارة الأكل حاجات مختلفة وكتيرة. أول حاجة لقى نفسه مزود بعض التوابل شويتين بزيادة في قلب الأكل، وده كان أول سبب. لما جه يدوق اللحمة لقاها مظبوطة، بس لقاها مرة برضو علشان خاطر سواها زيادة عن اللزوم فاتحرقت منه فمررت. لقى إن في شوية الخضار بتوعه ساب فيها ورق لورا، فورق اللورا ده سبب مرارة لأنه قعد فترة طويلة في قلب الأكل. الزيت اللي كان بيستخدمه بقى ده كان زيت مستخدم قبل كده، فعمل مرارة برضو في الأكل. الشيف نفر راع اتعلم الدرس. يا ترى هنتعلم منه؟ هنتعلم في الأيام اللي جاية ونشوف أسباب مرارة الأكل بس بطرق مختلفة. لو بتعجبك الفيديوهات ما تنساش لايك وشير وشارك لغيرك، يمكن غيرك ينتفع بالعلم ده. ربنا كريم. السلام عليكم.